التاريخ ينادي الفراعنة، ومصر على بعد 90 دقيقة فقط من كتابة فصل جديد في كأس العالم. بعد مشوار أبهر الجميع، يدخل المنتخب المصري مواجهة نارية أمام أستراليا في الدور 32 من مونديال 2026، وكل أنظار تتجه إلى رجال حسام حسن. لكن قبل أن نتحدث عن هذه المعركة، دعونا نسترجع الرحلة التي أوصلت الفراعنة إلى هنا. البداية كانت أمام منتخب بلجيكا. الجميع توقع سقوط مصر، لكن الفراعنة فاجأوا العالم وتعادلوا بنتيجة 1-1 في مقابلة بطولية أثبتت أن هذا المنتخب جاء للمنافسة. ثم جاءت المواجهة الثانية أمام نيوزيلندا، انتهت بفوز الفراعنة 3-1 في ريمونتادا مصرية تاريخية في ليلة لا ينساها عشاق الكرة المصرية، ليحجز المنتخب بطاقة التأهل دون أي هزيمة. وفي المقابلة الثالثة أمام إيران، كان التحصيل الحاصل ليواصل المنتخب المصري سلسلة لا هزيمة. واليوم موعد جديد مع التاريخ. أستراليا تقف في طريق الفراعنة، لكنها تعلم جيدا أنها ستواجه منتخبا يملك شخصية البطل وجماهيرا لا تتوقف عن الحلم. محمد صلاح ورفاقه أمام فرصة ذهبية للوصول إلى دور 16 وكتابة إنجاز جديد يخلد في تاريخ الكرة المصرية. هل يواصل حسام حسن كتابة التاريخ مع الفراعنة؟ هل ينجح المنتخب المصري في إسعاد ملايين الجماهير العربية والمصرية؟ أم أن أستراليا سيكون لها رأي آخر؟ اكتب توقعك الآن في التعليقات. كم ستكون النتيجة؟ ولا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس، لأن القادم قد يكون أعظم إنجاز في تاريخ الكرة المصرية.